ايه العلامات اللي بتقولي ان الطفل ممكن يكون اتعرض لاعتداء او تحرش جنسي؟ اول حاجة ان هو بيبقى خايف من شخص معين او خايف يروح مكان معين ف وما كانش بيخاف منه قبل كده، يعني هو فجأة بقى بيخاف ومش عايز يروح المكان ده خالص. حاجة كمان ان هو حبيبي ممكن يقوم بالليل يصرخ ويعيط، او يكون مثلا بعد ما ظبط الحمام بتاعه بقى بيجيله تبول لا ارادي. واحيانا في بعض الاطفال بيجيلهم تلعثم في الكلام بعد ما كانوا بيتكلموا كويس. كمان لو الام لاحظت ان في المناطق الخاصه بتاعه الاطفال في نزيف او احمرار في المناطق دي، لازم برضو دي ناخد بالنا منها. كمان لو ابتدى الطفل يتكلم بالفاظ وحشه، يعني ما كانش بيقولها قبل كده على غير عادته، ده برضو ممكن يكون معناه ان الطفل تعرض لتحرش جنسي. في اطفال بتبقى بتستحمى كتير جدا جدا بشكل مبالغ فيه، وفي اطفال بتبقى عندها فقدان في الشهيه، يعني مش عايزه تاكل او بتاكل بشكل كبير جدا، يعني ما كان اكلها متوازن لكن فجاه بقى عندها يا فقدان للشهيه يا بتاكل كتير، او يا ينام كتير يا ما ينامش خالص. العلامتين دول مهمين جدا في الموضوع ده. كمان ابتدى يميل ان هو ينعزل عن الناس كلها، وابتدى عارفين زي الوردة كده لما تدبل. التحرش اوقات بيخلي الولاد عاملين بيتبلوا زي الوردة لما بتدبل كده، بتلاقي ابنك كان منطلق وفجأة بقى مطفي. دي واحدة من الحاجات اللي احنا الأمهات لازم نبقى واخدين بالنا منها. فجأة بتلاقي ابنك عنده نضج جنسي غريب، يعني بقى عارف حاجات كتيرة، بقى بيتكلم، بقى عنده إيحاءات في كلامه، بيقول معاني في النص. انتي كأم بتستغربي وبتحسي ان في حاجه غلط في الطفل ده. ممكن كمان يحصل له تدهور كبير جدا في المستوى الدراسي بتاعه، يعني بعد ما كان شاطر بقى مش عارف حاجه او ما بيفهمش حاجه، في حاجه حصلت له. بيتكلم عن الموت كتير والانتحار، بيخاف ان هو يغير هدومه. يعني الولد او البنت ابتدوا يختلفوا في شخصيتهم تماما. بس خلي بالكم ده مش معناه ان هو لو عنده حاجه واحده من دول ان هو يبقى كده عنده ان هو تعرض للتحرش. لازم يكون في 3 أو 4 علامات من اللي انا قلتها علشان فعلا نتاكد ان الطفل ده احتمال يكون تعرض لتحرش او صدمه نفسيه. فلو ده حصل مع اولادنا لازم هنا نقف ونحاول نعرف ايه اللي حصل. يعني هل ابني تعرض فعلا لتحرش او تعرض لصدمه؟ ممكن احاول اتكلم معاه، احاول احتويه، لان الحته دي مهمه ولازم ما نعديش. لان اوقات الامهات بتشوف الحاجات دي وبتفتكر ان الطفل بيتدلع. لا، ابنك مش بيتدلع. ابنك لو ظهر عليه حاجه من الحاجات دي من فضلك اقفي وشوفي هل ابنك تعرض لاي صدمه او تعرض للتحرش الجنسي ولا لا. طب ايه تاثير التحرش؟ يعني لو ابني او بنتي حصل لهم تحرش ايه اللي هيحصل؟ يعني اولا التحرش، لا ده التحرش ده يعني نتائجه مدمره او وحشه جدا جدا على الاطفال، وخصوصا لو التحرش حصل على فترات طويله، او لو حصل من حد قريب كان مصدر ثقه وحصل التحرش منه، فبيبقى فعلا صدمه الطفل كبيره جدا. او لو كان في اعتداء جامد قوي يعني والطفل اتاذى فيه، فالتحرش هنا بيكون تاثيره صعب. التحرش بيعمل ايه في الاطفال؟ بيخليهم يحسوا بالقهره والوجع، بيخليه يحس ان هو معيوب وان هو في حاجه غلط، وما لو متحرش ساب كل الولاد وراح لي او ساب كل البنات وراح لي انا ليه؟ اكيد انا معيوبه. هو ده اللي بيوصل للطفل. فالطفل هنا بيفقد احترامه لنفسه وبيحس ان هو انسان سيء. الطفل اللي تعرض للتحرش اكتر من مره معرض ان هو يبقى عنده ميل او مثل الجنسيه للاسف. يعني التحرش الجنسي المتكرر بيعمل تشوه في شخصيه الطفل، فبيبقى عارفين زي بيكون بيوقف النمو النفسي الصحيح بتاعه. لو الطفل بقى اتعرض للتحرش من مصدر رعايه زي الاب او المدرس او رجل الدين او الخال او العم، بيكون آثاره مضاعفة على الطفل، بتوصل لحد الصدمة النفسية. بيحس بقى بفقدان الأمان والثقة يعني بالنفس والناس والآخرين كلهم. بيكره جسمه وبيبقى عنده عدم تقبل ليه، وعنده عجز في ان هو يدافع عن نفسه. عارفه نفسه بتتكسر يعني بالبلدي كده. بيبقى ممكن طبعا يحصل له انتكاسات في حياته كتير، ويجي له مثلا تبول لا ارادي او قطم الضوافر. عارفين لما الاطفال تقعد تقطم في ضوافرها، او يبقى عنده نوبات غضب وعنف شديد واحيانا اضطرابات نفسيه. وطبعا ده غير ان هو بيحصل له تشوه عن فكره الجنس اللي في حياته العمر كله. عشان كده مهم ان لو الطفل تعرض لتحرش جنسي ان احنا ما نسكتش، ولازم الطفل يروح لطبيب نفسي علشان يتكلم معاه ويعرف يساعده يتخطى التجربة المؤلمة دي. ربنا يحفظ ولادنا وما يبقوش ولا حد فيهم محطوط في التجربة دي.